فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. أناس يختم لهم بخير نسأل الله أن نكون منهم، وأناس يختم لهم بشر نعوذ بالله أن يجعلنا منهم. إنه الموت ملاقيكم، إنه الموت ملاقيكم. سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. الموت ملاقيكم حقا فاتقوا، حقا فاتقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيتها الأخوات المؤمنات، أحييكن بداية بتحية الإيمان والأمان، تحية الإسلام والسلام، تحية سكان الجنان. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوء الخاتمة وحسن الخاتمة، هذا هو عنوان هذا اللقاء. يروي أحدهم عن مجموعة من الشباب الذين خاضوا في غمار المعاصي وغرقوا في بحار الشهوات وتاهوا في دنيا الملذات وبعدوا عن جبار الأرض والسماوات. يخبر أحدهم عن شاب من هؤلاء الشباب كان مع هذه المجموعة الفاسدة، المجموعة الساقطة الكاسدة، المنحلة المنحطة، التي ما جعلت لحرمات الله قدرا، وما جعلت لأوامر الله قدرا، وما جعلت لنواهي الله قدرا، بل حاربت الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وأصرت على حربه، وعاندت أيما عناد، وأصرت أيما إصرار، واستكبرت أيما استكبار. شباب كانوا يجتمعون على فعل الفواحش، كانوا في كل ليلة من الليالي يجتمعون في منأى عن صخب وضجيج المدينة، وفي جوف الليالي
يحاربون الله جل جلاله بفعل الفواحش والمنكرات، ونسوا الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ونسوا الرقيب الحسيب، ونسوا الذي لا يغفل ولا ينام، نسوا الذي يقول عن نفسه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول عن نفسه حكاية عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يقول جل جلاله عن يوم العرض الأكبر عليه: بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسوا يوم العرض على الله تعالى. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. نسي هؤلاء نسوا الله جل جلاله ونسوا يوما يعرضون فيه على الله فريق في الجنة وفريق في السعير. اعتادوا هذه المعاصي وأدمنوا عليها ونسوا أن مصير من أصر عليها في دكداك من نار. أدمنوا على هذه المعاصي. لما أراد الله تعالى أن ينتشل أحدهم وأن ينقذه من هذه الهلاكات أراه عبرة وعظة يبلى الزمان ولا تبلى، عظة تشيب منها رؤوس الولدان وتقشعر منها جلود أهل الإيمان. جاءت هذه العصابة كعادتها لحرب الله جل جلاله
والاقتراف العصيان، وبينما هم في غيهم إذ خرج واحد منهم ليأتي بشيء نسوا أن يأتوا به. خرج واحد منهم ليأتي بالطعام، أخذ سيارته وانطلق مسرعا ليأتي بالطعام إلى هذه العصابة الفاجرة. انتظروه طويلا وانتظروا وطال الانتظار، ولكن صاحبهم تأخر. قام الذي شاء الله تعالى أن يهديه وأحس بخوف ووجل في قلبه، أخذ سيارته وتبع صاحبه الذي خرج ولم يعد. وبينما هو في طريقه إذ به يرى مجموعة كبيرة من الناس على جانب من الطريق التفوا ونيران تلتهب. أوقف سيارته وذهب مسرعا لينظر، فإذا به يجد سيارة صاحبه. سيارة صاحبه تضطرم فيها النيران، والناس جميعا ينتظرون رجال الإطفاء وينتظرون الشرطة، ولكنه ذهل من هذا الموقف وانطلق إلى صاحبه لإنقاذه، ومكنه الله تعالى من إنقاذه ليعلمه درسا مشاهدا. أنقذ صاحبه وقد تفحم نصف جسده، أكلته النار، ولا يزال في النزع الأخير وفي سكرات الموت. بكى هذا الصاحب كثيرا، بكى كثيرا، أراد أن يأخذه إلى المستشفى، ولكن الصاحب بكى وقال: لا فائدة، لا فائدة من حملي إلى المستشفى. ثم سكت، ثم بكى وقال: ماذا أقول لها؟ ماذا أقول لها؟ ماذا أقول لها؟ يقول الشاب الذي تاب من بعد، يقول: من تعني؟ قال بصوت متقطع حزين كئيب: الله. ففاضت روحه عند ذلك إلى باريها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه النهاية وهذه الخاتمة التي كتبها الله تعالى على هذا الشاب. عند ذلك تاب هذا الشاب الذي شاهد هذا الموقف وعاد إلى ربه تبارك وتعالى وعاد إلى مولاه. الخاتمة أمر رهيب وعجيب ومهيب. الخاتمة الفناء أمر قضاه رب الأرض والسماء ولا راد لما قضى ولا معقب لحكمه
جل جلاله وتقدست أسماؤه. وليست القضية عند الفناء، وليست القضية عند الموت، وليست القضية عند السكرات، وإنما العبرة فيما بعد السكرات. العبرة فيما يلي هذه الأنات، فيما يلي هذه الزفرات. إنها لحظات رهيبة، نعم، لحظات كئيبة، نعم، إنها لحظات تشخص فيها العينان وترتخي اليدان وتبرد الرجلان وييبس اللسان ويضعف الجنان ويعرق الجبين ويكثر الأنين ويبكي الحبيب وييأس الطبيب. ولسان الحال: هل منكم يا أهلي يا إخواني من يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ ولكن الأمر كما يقول الله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. حياة ثم موت ثم بعث، فميزان فأهوال جسام. ونحن وإن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة خلد إن عملت بما يرضى الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. هما محلان ما للناس غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. فالفناء قضية محتومة والداهية المرة، والأمر الجلل فيما بعد الفناء. ولذا فإن الفناء يكون بالنسبة لما بعده كبشارة أو إنذار، إما أن يزيد الإنسان بهجة
وفرحا وسرورا، وإما أن يكون الموت حسرة وألما. يكون الموت بهجة ويكون الموت فرحا للعبد الطائع الصالح القانت الخاشع الأواب المنيب. رجوع العبد الصالح إلى ربه كرجوع الطفل التائه إلى أحضان أمه، ورجوع العبد العاصي إلى ربه كرجوع العبد الآبق العاصي إلى سيده. فاختر لنفسك أي الدار تختار. يا أمة الله، يا أيتها المرأة، كم رأيتم ورأينا، وكم عايشتم وعايشنا، وكم شاهدتم وشاهدنا من أناس كانوا بيننا أحياء، فأين هم الآن؟ لقد سقاهم كأس المنية شربته، سقاهم كأس المنون شربته، ولا رجعة لهم إلى هذه الدنيا أبدا، لأنهم على موعد مع الله في دار غير هذه الدار. وفي يوم يقول الله عنه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إنهم على موعد مع الله، على موعد مع محكمة الله الكبرى، مع المحكمة التي يدير أمر القضاء فيها مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض. فأين المفر؟ كم عايشتم وعايشنا، أما كان في فنائهم عبرة؟ أما كان في موتهم عبرة؟ أما كان في ذهابهم إلى ربهم ذكرى؟ أما كان في موتهم فكرة؟ أما أوقظت تلكم السكرات منا الضمائر؟ أما أيقظت تلكم الغمرات فينا المشاعر؟ أم أن قلوبنا قاسية؟ أم هذه القلوب قد قدت من حديد فما عادت تزجرها المواعظ ولا تؤثر فيها العبر ولا تحركها فقدان الأحبة والأصحاب والجيران والخلان؟ هل قدت قلوبنا من حديد فما عادت تشعر وما عادت تحس وما عادت تتألم وما عادت تخاف من لقاء رب العباد؟ مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا. النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، انظر إليه ترى هل كان ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادرني حرفا وما كان في سر وإعلانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي
مروا بعبدي إلى النيران عطشانا، مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيات حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لغوله، كيف المقيم على الذنوب دهور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرات وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجنان تزخرفت وتزينت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ورأيتها للظالمين تمور. ماذا تقولين يا أمة الله؟ ماذا تقولين يا مسكينة يا ضعيفة؟ ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ونكير؟ إن نسيان تلكم العقبات وتلكم الأهوال وتلك المفازع هو الذي جعل قلوبنا تقسو فلا تعتبر، وجعل قلوبنا تقسو فلا تتعظ ولا تدكر، حتى غرقنا في المعاصي، حتى غرقنا في الآثام، حتى غرقنا في الأوزار، حتى غرقنا في حرب الواحد القهار. ومن هنا تختلف أحوالنا على حسب استعدادنا لمعادنا، تختلف أحوالنا عند سكرات الموت. أناس يختم لهم بخير نسأل الله أن نكون منهم، وأناس يختم لهم بشر نعوذ بالله أن يجعلنا منهم. أناس يختم لهم بخير، يختم لهم بخير، أناس يختم لهم وقد أحرموا للحج لبيت الله الحرام، وسيحشرون يوم القيامة وهم يلبون وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأناس يختم لهم وقد أعدوا عدتهم واستعدوا للصلاة، ختم لهم وقد توضأوا، وسيحشرون يوم القيامة وعليهم تتشعشع الأنوار من أثر الوضوء. وأناس يختم لهم بقراءة القرآن، وسيحشرون يوم القيامة وهم يقرؤون القرآن. وأناس يختم لهم وهم سجود، وسيحشرون يوم القيامة وهم سجود.
وأناس يختم لهم وهم صيام وسيحشرون يوم القيامة إلى تلك البلد. أتدرون كيف رجع؟ أتدرون كيف آب؟ والله ما آب إلا وهو محمول على الأعناق إلى المقبرة. وأين مات وأين ختم له بالفناء؟ ختم الله تعالى له وكتب أن يموت وهو في أحضان فاجرة، ختم له بهذا، فكيف يلقى الله؟ وبأي وجه سيقف في موقف القيامة العصيب الرهيب؟ وآخر يختم له وقد حمل المصحف الشريف وقال أنا كافر بهذا، أنا كافر بهذا. وآخر يخرج من بيته وقد أسخط أمه في ثاني أيام العيد، يخرج وقد أسخط أمه أو ضربها فتدعو عليه قائلا لا أعادك الله، وفعلا ما أعاده الله، ما أعاده الله إلا وهو محمول على الأعناق إلى المقابر، إلى المقابر، إلى العمار، إلى تلك الدور الصامتة في مظهرها المليئة بالأحوال العجيبات الغريبات في مخبرها. ما عاد لأنه ذهب إلى العمار. سئل أحدهم أين العمار أي أين المدينة؟ فقال لسائله اذهب أمامك، فذهب. قال أين العمار؟ قال امشي أمامك، فمشى حتى إذا وصل إلى مقبرة قال أين العمار؟ قال أنت الآن في العمار. قال هذه مقبرة؟ قال هي العمار، لأن الذين هنا كلهم سينقلون إليها، والذين فيها لن يعودون إلى هنا أبدا، لن يعودوا إلى هنا، لن يعودوا إلى هنا أبدا. ووقف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على المقابر يوما فقال يا أهل القبور الموحشة والمحال المقفرة، أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأزواج فقد تزوجت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم بكى طويلا والتفت إلى أصحابه وقال أما والله لو نطقوا لقالوا إنا وجدنا خير الزاد التقوى. أتعبت نفسي في عمارة منزلي، زخرفته وجعلته لي مسكنا، حتى وقفت على القبور فقال لي عقلي ستنقل من هناك إلى هنا. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وهذا الشاب الذي أخبرت عنه أنه دعت عليه والدته كان في الليلة نفسها، في هذه أو في الليلة التي قبلها كنت في طريقي إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، فمر علي في سيارته مع مجموعة من صحابه وقد خفض على صوت المسجل الذي كان ينعق بالغناء، وما إن رآني حتى رفع صوت هذا المسجل
رفع صوته بالغناء، ثم مضى قليلا ووقف وراح يرفع صوته كأنه يسمعني ويقول لصاحبي: أتريد أن تصلي؟ قال له صاحبه: نعم. قال: إذا فانزل وصلي وسآتيك بعد أن تصلي. وأنت ألا تريد أن تصلي؟ ألا تريد أن تصلي؟ صلي فما بقي من حياتك إلا هذه الليلة. وليته علم بذلك، ليته علم أن تلك الليلة هي آخر ليلة في حياته. هذا آخر عمل أذكره عنه، وما خفي والله ليس بالهين. إن سوء الخاتمة أمر جلل، وإن حسن الخاتمة أمر جلل. فيا أيتها المرأة، أي الخاتمة تريدين؟ بأي خاتمة تريدين أن يختم لك؟ إن حسن الخاتمة إنما تأتي بملازمة طاعة الله وعدم التساهل في أوامر الله وبمحبة أحباب الله وأوليائه وببغض من عاد الله وسارع في عصيانه. إن المسارعة في الخيرات وفي طاعة رب الأرض والسماوات وعدم التهاون فيها هو سبيل الفوز والنجاح والنجاة، وسبيل الفوز بحسن الخاتمة عند الفناء والموت. أما من تهاونت في طاعة الله وتهاونت في أداء أوامره وتهاونت في أداء نواهيه فإن لها سوء الخاتمة، لها سوء الخاتمة. على حسب ما يكون في القلب يختم على العمل. إن كان في قلبه الله فإنه إذا جاءه ملك الموت قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان في قلبه دنيا وفي قلبه لهو وسهو وغفلة فإنه إذا جاءته سكرات الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهل يجاب على هذا؟ إن ملك الموت إذا جاء لابن آدم قال له: يا ابن آدم طفت لك المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة تأكلها. يا ابن آدم طفت لك المشارق والمغارب فلم أجد لك قطرة ماء تشربها. يا ابن آدم طفت لك المشارق والمغارب فلم أجد لك خطوة تخطوها. يا ابن آدم طفت لك المشارق والمغارب فلم أجد لك نفسا تتنفس به. وإن كان من الصالحين قال له: السلام عليك يا عبد الله. فيقول العبد الصالح: وعليك السلام ورحمة الله. أزائرا جئت يا ملك الموت أم قابضا؟ فيقول: بل جئتك من الله قابضا فإن الجنة تشتاق للقياك. وأما إن كان من الفاجرين قال ملك الموت للروح: يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. واعلموا أن من أعظم الأمور التي تجعل العبد والأمة في قرب من العلي الغفور المحافظة على الأوقات واستثمارها فيما يرضي جبار الأرض والسماوات. إننا نلاحظ ونشاهد أن كثيرا من أخواتنا وكثيرا من أمهاتنا وكثيرا من النساء من نسائنا يضيعن أوقاتهن فيما لا جدوى فيه،
ولو سألت إحداهن كم تحفظين من كتاب الله التي تجيد القراءة، كم تحفظين من كتاب الله، كم تحفظين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم تحفظين من متون العلم، لصمتت ولم تحر جوابا، لأنها لا تحفظ شيئا. بل إن من النساء من لا يجدن فاتحة الكتاب فكيف يصلين، بل إن منهن من لا يعرفن كيفية الصلاة، ومع ذلك يعرفن كيفية الغيبة، ويعرفن كيفية النميمة، ويعرفن كيفية الكذب والخداع والنقم والغش والحسد والبغض والضغينة، ولا يعرفن من طاعة الله شيء. إن كثيرا من أخواتنا ونسائنا يضيعن أوقاتهن أمام شاشات التلفاز لمتابعة أحدث الحلقات والتمثيليات والأفلام، ويضيعن واجبات ألقيت على عاتقهن من قبل الله سبحانه. فإذا ضيعناها ولقينا الله وسأل عنها فماذا يكون الجواب؟ وكيف يكون الجواب؟ وهل سيكون الجواب صواب؟ فلنتق الله ولنستحي من يوم فيه نلقاه. كثيرا من نسائنا يضيعن الأوقات ويعاقرن ما يسخط الله رب الأرض والسماوات. فهلا رجعنا إلى الله؟ توبوا إلى الله فقد كان ما كان، توبوا إلى الله فحالنا لا يرضى به الديان، حالنا لا يرضى به الديان. يا أمة الله، إن الله قد حملك أمانة، حملك أمانة، إنك تديرين أسرة هي لبنة في مجتمع أمة الإسلام، ومجتمعا هو لبنة في أمة الإسلام. فلتتق الله. بيتك فالزميه، وحجابك فاحفظيه، وابنك فربيه وهذبيه، ولتتق الله سبحانه وتعالى. وأعدي واستعدي، وأعدي واستعدي، وشمري عن ساعد الجد، وسابقي ونافسي في مضمار طاعة الله، وسابقي ونافسي في سبيل مرضاة الله. ولازم العلم النافع، ولازم العمل الصالح، ولازم الاجتهاد في طاعة الله. أما عن أمهاتنا اللواتي قد أنذرهن الفناء وأرسل إليهن رسول المشيب ليقول كفى، فلنعد إلى الله. أقول يا أيتها النساء اللواتي أكرمكن الله تعالى ببلوغ سن المشيب، اشكروا الله، اشكرنا الله، اذكرنا الله. كم من أناس ظنوا أنهم سيعمرون وتأملوا أن يبلغوا المشيب، ولكن باغتهم الموت قبل أن تتحقق أمانيهم. فاشكروا الله. واعلمنا يا نساء الإسلام، يا من قرب الإقبال وأزف الرحيل لله، وأزف الكأس الأوفى، وأزف الرحيل، أن الزاد ذكر الله تعالى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا يا رسول الله شيخ كبير، لا أستطيع أن أصلي كثيرا، لا أستطيع أن أكثر من النوافل، ولا أستطيع الحج، وما عندي مال أتصدق به، ولا أستطيع الإكثار من الصوم، فدلني على عمل أتشبث به وأوجز. قرب الرحيل وقرب لقاء الجليل، فيا رسول الله أوصني، ما أستطيع أن أعمل أعمال كثيرة، فماذا أفعل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله،
لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، هذا هو خير عمل تتقرب به. فيا أمة الله اعملي أن يكون لسانك دائما رطبا بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول 4 كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما هي ال4 كلمات؟ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولما عرج بالحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وجد الخليل خليل الرحمن إبراهيم فوق السماء السابعة قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وقل لها إن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن قال في دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله 100 مرة حطت خطاياه أو غفرت خطاياه. فهيا بنا نستعد ونشمر ونتعلم ونحافظ على هذه الدروس. وأرجو الله أن يهيئ سبحانه من يعمل على هذه الدروس دائما وباستمرار. وأسأل الله أن يهدي نساء المسلمين وأن يوفقهن إلى حضور هذه المجالس، فإنها والله أنوار فيها تتنزل الرحمات وفيها تغشى الجالسين السكينة وتتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده قبل ذلك وتحفهم الملائكة. يرفع الله تعالى بهذه المجالس الدرجات ويحط بها الخطايا. ثم لما ينفض المجلس ينادي ملك من ملائكة الله: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هنا سنتعلم الخير وسنتعلم الطريق السليم لطاعة الله، ونعد من هنا الزاد لسفر نحن سالكوه، لسفر نحن سالكوه، لسفر لا محيص عنه، لسفر لا مفر منه. هنا نعد الزاد ويكفر الله عنا 70 مجلس من مجالس الدنيا. فهل اتعظنا وتذكرنا وعدنا إلى مولانا وربنا؟ وهلا أعددنا العدة بتوبة نصوح لله نجد بعدها ونجتهد في طاعة الله ورضاه. عسى الله أن يحسن خواتمنا. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة. ألا أعددنا العدة، فهيا بنا إلى توبة نصوح، وهيا بنا إلى عودة ورجعة إلى الله، وهيا بنا إلى عودة ورجعة إلى أوامر الله. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن
إلا لبعولتهن إلى آخر الآيات. هلا عدنا إلى أوامر الله، إلى غض الأبصار، إلى حفظ الفروج، إلى حفظ الألسنة، إلى حفظ الأسماع، إلى حفظ الجوارح. هلا عدنا نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته، ونسأل الله أن يوفقنا لهداه، ونسأل الله أن يرزقنا التقى، ونسأل الله أن يرزقنا الهدى، ونسأل الله أن يرزقنا رضاه، ونسأله أن يحسن خواتيمنا وأن يعيذنا من سوء الخاتمة، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء برحمته تعالى، إنه رحيم رحمن كريم منان عظيم الإحسان عميم الامتنان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبات، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح، دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر في التذكير والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين تلك الأمل منطرحان على الفراش، وأيديهم تقلبني. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصاريقي مريرا حين غرغرني. وقام من كان أولى الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني. وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقان، حرا أديبا أنيبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني،
من الثياب وأعراني وأفردني، وصبب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وحملوني على الأكتاف 4 نحو المقابر، ذنبي قد تقدمني، وأنزلوني إلى قبري على ممل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، وقال هلوا علي الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر وأخرجوني من الدنيا، فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يجالسني، وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أدهشني، من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني. وأجلسوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني. واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وملكته على الأوطان والسكن، وصيروا ولدي عبدا ليخدمهم، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني. صلى الله عليه وسلم. تم إخراج هذا العمل بمركز رياض الجنة للإنتاج والتوزيع، سلطنة عمان، ولاية بركاء. والسلام عليكم ورحمة الله.